يمشيو الناس يبقى يطيبوا بالعواد كاع ولا بشي حاجه ويخلوا الناس تقدير غراضي بداك الشيء بدائيا يبداو من العصر الحجري. بزاف عليا، انا عندي الوليدات وعندي مسائل، هذا ما قالش على البوطاق بزاف. ما خدامين ما حتى حاجه باش نشري بوطه ب 50 درهم بزاف. هادي كاع 830 قاصحه بزاف، 4 البوطات في الشهر، وباش جاتني قاصحه بزاف. انا هاد 4 البوطات هادو اللي تنخلص وجاني قاصحين. ومالي لما تيلعبوا علينا والله ياخذ الحق، ما قادراش نشري. انا عندي الفاخر، غندير الفاخر، عندي الفاخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم الجيريا تك. المواطن المغربي المغلوب على أمره، المواطن المغربي البسيط الذي يشكو سوء المعيشة، سوء التغذية، نقص المواد الأولية، ومن أبسط الأشياء التي يفتقدها المواطن المغربي في يومنا هذا، وليس مواطن الريف أو مواطن الأرياف، بل المواطن المغربي في المدن، البوطة وكما يسميها المغاربة، وهي قارورة غاز. كانت الجزائر المورد الرسمي للمغرب في مادة غاز البوتان، أما الآن فبعد العقوبات الجزائرية أصبح المواطن المغربي يعاني الأمرين. عندما كانت الجزائر تمد هذه المادة الحيوية إلى المغرب، وذلك قبل العقوبات، كان سعرها في المغرب يتراوح ما بين 5 إلى 7 درهم، أما الآن فسعرها يتراوح ما بين 40 إلى 50 درهم، أي ارتفع سعرها بأكثر من 8 أضعاف. وهذا ما لم يقدر عليه المواطن المغربي البسيط، لا لشيء إلا لأفعال صبيانية قامت بها الحكومة المغربية، ثم كانت رد فعل السلطات الجزائرية معاقبة المغرب بقطع إمدادات الغاز الطبيعي، الغاز المسال وغاز البوتان ومشتقات البترول، وأيضا منها الغازوال والبنزين، وعن قريب الطاقة الكهربائية. تابعوا الفيديو كاملا لتقرير قناة هيسبريس المغربية. الزياده ديال البوطه وديال هذا الغاز هذا وداك الشيء، يعني فات المقدار اللي خاص يتزاد عليه، لان اولا نقصوا منها، اولا من الكاليتي ديال الثقل اللي كان فيها ما بقاش، بدات غير كتخوى، وعاد يزيدوا عاوتاني اش بقى فيها. اللهم يمشيو الناس يبقى يطيبوا بالعواد كاع ولا بشي حاجه ويخلوا الناس تقدير غراضي بداك الشيء بدائيا يبداو من العصر الحجري. بزاف عليا، انا عندي الوليدات وعندي مسائل، هذا ما قالش على البوطاق بزاف. وتقريبا راه تنسالك انا 2 3 كاع، دابا مولات خواره بقات تسالك بعض المرات 4 مع الشوفو مع الدوش، غاليين باش تخلص 4000 ريال في الشهر. داك الدعم اللي غادي يعطونا ولا اكثر منه، غير اكثر منه، اشد من هنا واعطيه هنا. كتشد ديك 4000 ريال 10000 ريال كتاخذ تعطيه 20000 ريال، يعني هما اللي رابحين ماشي حنا اللي رابحين. الطلب ديالي يديروا مع المواطن شويه ديال مزيان، راه الشيء راه زياده بزاف، الحكومه ما رداش البال الدرويش كاع. والزياده جاتنا بزاف زياده، باش ما نقصتها مزيانه. حنا ما عندنا علاش ما خدامين ما حتى حاجه باش نشري بوطه ب 50 درهم بزاف. هادي كاع 830 قاصحه بزاف، 4 البوطات في الشهر، وباش جاتني قاصحه بزاف. انا هاد 4 البوطات هادو اللي تنخلص وجاني قاصحين. باش نخلص 50 درهم بزاف عليا، تنطلبوا ينقصوا البوطه. البوطه غاليه علينا ب 50 درهم ما ولدي، راه عاد 820 ولا 40 راه غاليه علينا، راه لا اله الا فين غنوصلوا باش زياد وحنا ما عندناش جالسين ومراد، ما حيلتنا للدواء، الفورماسيان، مدرسه، المراجعه، وعاد البوطه، وهذيك راه عافيه ينقصوا منا كاع ما يزيدوا فيها. ومالي لما تيلعبوا علينا والله ياخذ الحق، ما قادراش نشري. انا عندي الفاخر، غندير الفاخر، عندي الفاخر، ندير الفاخر كافيني مجمر كاع النار هو شاعل. غنشوف غيطفى نزيد فيكم يشاط الفاخر، فاخر راه 80 ريال، ما نشريها كاع ولدي والله. بوطه واخا تزاد اخويا ماشي مشكل، الا كان الدعم تيوفي الطلبات ديال الانسان، يعني الا قال لك زيد الماء زيد دقيق ماشي مشكل، الا كانوا تيأديو مع الواجب راه عاديه. ما يكونش بنادم خاصو من جيبو يزيد يكمل من جيبو. لا عاوناتك الدوله راه كلشي مزيان كلشي ممتاز. لا ما يمكنش، لا مازال عاونتنيش راه ما خدامش لينا هاد البوطه تزاد. اما عاونونا ولا خويو علينا، دعمونا وحنا معاكم. بالنسبه للدرويش قاس عليه، قاس على الدرويش يخدم، كاين الدرويش يخدم 17 مي قاس عليه ما عندوش.
حنا دابا المعيشه نيت خدامين وعايشين محاك. كاين الحوايج ما تنلحقهمش، وغنشري بوطه ب50 درهم بزاف عليا. قاصح راقبوا الناس، نطلبوا منهم يراقبوا الناس المعيشه الحاله ديالهم. راه كاين اللي عايش محاك، كاين اللي يراقبوا الناس كيفاش يعيشوا في الديور ديالهم. ويبقى المواطن المغربي البسيط المغلوب على أمره هو الوحيد الذي يعاني في ظل العقوبات القاسية الجزائرية، ونقصد العقوبات الاقتصادية. وكل ما وصلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب سببها التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم قضية منطقة القبائل، وهو أغبى قرار اتخذه المغرب في حياته، ونتائجه كانت كارثية وعكسية على الاقتصاد المغربي. لكن بعض الساسة المغاربة لا يعترفون بذلك، ويوهمون الشعب المغربي أن المغرب في الطليعة، وينسوا أو يتناسوا أن المغرب مدان بأكثر من 70 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، وتقارير أخرى تشير إلى أكثر من 120 مليار دولار. ناهيك أن إحصاءات منظمة الغذاء العالمية تقول أن أكثر من 45% من الشعب المغربي يعيش في فقر، ولا يمتلك لا غاز ولا كهرباء، ويفتقد للمعيشة أو العيش الكريم. وإذ أراد سكان مهلكة الحشيش إبعاد تلك العقوبات، فشروط الجزائر هو إسقاط نظام محمد السادس العلوي الصهيوني لتعود الأمور إلى مجاريها.